السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هيكس سبور لآخر أخبار المنتخب المغربي. قبل البداية اشترك في القناة واترك إعجاب لنستمر إن شاء الله بتقديم المزيد، ولتتوصل أنت الآخر بجديدنا دوما أول بأول. لن نطيل عليكم، هيا بنا إلى تفاصيل هذا الفيديو. أشاد الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب الأسود بالمهاجم سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي والعائد إلى الأسود من بوابة معسكر الإعداد الحالي قبل مواجهتي أنغولا وموريتانيا الوديتين. وقال الركراكي في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة أنغولا: رحيمي لم أوجه له الدعوة منذ فترة، وظل مركزا مع ناديه لتطوير مستواه أكثر، ولم يسبق أن علق بشكل سلبي على المنتخب. رحيمي تعامل بطريقة احترافية، ظل يعمل ويحترم قرار مدرب المنتخب، وعندما رأيت أن الفرصة مواتية وجهت له الدعوة. اليوم هو من هدافي دوري أبطال آسيا ويقدم مستوى كبير مع فريقه. هذا ما أريد الوصول له في المنتخب الأول، أن تكون الأمور مضبوطة وجميع اللاعبين يشتغلون ويحترمون قرارات المدرب، ومن أرى أنه يستحق خلال تلك الفترة أكيد سيكون معنا. وعن غياب أمين حارث لاعب فريق أولمبيك مارسي، قال حارث: ربما أن أكثر مدرب يثق فيه وفي قدراته كنت سأعتمد عليه في مونديال قطر لولا الإصابة التي تعرض لها. ارتأيت ألا أستدعي حارث لهذا المعسكر، وهذا لا ينقص من قيمته. أعرف إمكانياته وأعرفه جيدا، وستكون الفرصة أمام اللاعبين الآخرين على أن يكون معنا مستقبلا في حال حافظ على تألقه. المنتخب سيكون دائما للاعب الجاهز مع ناديه، لذلك على جميع اللاعبين أن يحسنوا اختيار الأندية التي ينتقلون لها. يواجه منتخب المغرب منتخب أنغولا بمدينة أكادير في ملعب أدرار في المواجهة الأولى من وديتي المنتخب المغربي تحضيرا لتصفيات كأس العالم. ومن المرتقب أن يجري وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي تغييرات على التشكيلة الأساسية التي كان يلعب بها بعد إبعاد 9 لاعبين شاركوا مع المنتخب في الكان، إما لاختيارات فنية أو للإصابة. وعرفت القائمة تواجد لاعبين جدد من ضمنهم إبراهيم دياز، مع تسجيل عودة الثنائي أشرف داري وسفيان رحيمي بعد غيابهم عن المعسكرات الأخيرة. وفيما يلي التشكيلة المرتقبة التي قد يدخل بها المنتخب المغربي: في حراسة المرمى دائما ياسين بونو، في الدفاع نايف أجرد، أشرف داري، يحيى عطية الله، أشرف حكيمي، أمير ريتشاردسون، سفيان أمرابط، حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان رحيمي وإبراهيم دياز. قد نرى مكان يوسف النصيري أيوب الكعبي، وقد نرى كذلك دخول إلياس بن صغير مكان سفيان رحيمي. قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي في المؤتمر الصحفي لمباراة أنغولا الودية أن إبراهيم دياز قال للمغرب نعم عندما كان لا يزال في ميلانو، وقال: لقد تحدثت معه منذ عام ونصف، لكن لضمان وصوله للمغرب كان عليه العودة إلى ريال مدريد أولا. يجب على المغاربة أن يفتخروا بإبراهيم كما قال. وقال: آمل أن يتمكن إبراهيم دياز من لعب معنا في أولمبياد باريس، ولكن فقط إذا سمح لنا مدرب ريال مدريد بذلك. وأكمل: دياز أعطى وعده لنا ولن يكذب، كنا نعرف أنه لاعب كبير ويؤكد ذلك كل يوم، ويجب على المغاربة أن يفتخروا كونه لاعب في المنتخب المغربي ويلعب في ريال مدريد. وعن سبب تفضيل دياز للمنتخب المغربي قال: دياز لم يختر تمثيل المنتخب المغربي بعد الإنجاز الذي حققناه في كأس العالم، بل فعل ذلك بعد أن شاركنا في كأس أمم إفريقيا والتي لم نظهر فيها بالمستوى المطلوب.